لو بتتمرن بقالك شهرين أو 3 ولسه جسمك ما اتغيرش، مش عاوزك تقلق خالص، والمشكلة مش فيك ولا في الجيم. المشكلة يا صاحبي إنك فاهم التغيير غلط. فاكر إنك أول ما تخش جيم بوم طخ العضلات تبدأ تظهر على جسمك وتوصل لهدفك اللي أنت حاطه من أول أسبوعين أو 3. دي حلقة جديدة من حجازي فت، وسؤال جديد وأخير في السلسلة بتاعتنا اللي بديناها مع بعض، وهي أكتر الأسئلة اللي بتتكرر في بداية دخولك الجيم والرياضة. عاوزك تركز في الحلقة دي، عشان الحلقة دي هتقفل السلسلة كلها وتخليها سلسلة مفيدة قوي، والحلقة دي مليانة معلومات هتوديك في حتة تانية خالص. في الحلقة دي هكلمك عن 3 مواضيع أساسية هيكونوا الإجابة الأساسية للسؤال بتاعنا النهاردة. أول حاجة اسمها الأنماط الجسدية، اسمها تو تايبس، ودي هتخليك تفهم نوع جسمك وايه مميزاته وايه التحديات اللي هيقابلها، عشان تبقى عارف فترة تغيرك تقريبا هتبقى في خلال قد ايه وما تزهقش. تاني حاجة، ايه الأجهزة اللي بتبدأ تتغير من جوه لما حضرتك تتعرض لضغط وتغذية سليمة لما تبدأ تتمرن. تالت حاجة، علميا بقى امتى العضلة تبدأ تتغير وايه المراحل اللي بتمر بيها، وده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. فانت في الحلقة دي هتعرف ازاي الجيم بيبدأ يأثر عليك او التمرين بيبدأ يأثر عليك من جوه قبل ما يأثر عليك من بره، والعضلة ازاي بالمراحل اللي بتمر بيها بتبدأ تتطور وتتغير. وتالت حاجة، ازاي صاحبك بيبدأ يبان على جسمه وانت لسه ما بانش على جسمك. ولسه هتعرف قبل ما الميزان يبدأ يتحرك وتبدأ تشوف نتيجة، ايه المراحل اللي جسمك بيمر بيها. قبل ما تسأل نفسك أنا إمتى الجيم هيبدأ يبان على جسمي، عاوزك تسأل سؤال أهم، وهو أنا جسمي معمول من إيه؟ اللي أنا هكلمك فيها حاجة اسمها الأنماط الجسدية، وهي إكتومورف أو ميزومورف أو إندومورف. دي مش مسميات علمية فقط، دي مفاتيح بتخليك تعرف تتعامل مع جسمك إزاي، وإيه مميزاته وإيه تحدياته اللي هيواجهها، عشان تقدر تحط الخطة الصح وتقدر توصل لهدفك بشكل أسرع. فمش كل الناس بتدخل الجيم ونتائجها بتبقى واحدة، لأن كل جسم ليه نمط، والنمط دوت هيخليك تعرف امتى تكتسب عضل وامتى تخسر دهون، وايه اصلا جسمي عشان اعرف اقدر اتعامل معاه. تعالى ابدا اشرح لك ايه هي الانماط الجسديه عشان تعرف تتعامل مع جسمك بشكل صح، وتعرف انت اي واحد في ال3 انواع. اول حاجه هو شخص اسمه الاكتومورف. الاكتومورف دوت شخص رفيع جدا، اكتافه ضيقه، عنده حرق عالي جدا وصعوبة في زيادة الوزن. بالنسبة لاكتساب العضلات من أصعب الأنواع اللي ممكن تكتسب عضلات، لأن زي ما قلت لك الحرق عنده عالي جدا، ولكن بيقدر يكتسب، ولكن بيبقى بصعوبة شوية. بالنسبة لحرق الدهون، أحسن واحد في ال3 يحافظ على الدهون بتاعته عشان الحرق عنده عالي جدا. بالنسبة لو أنت شخص اكتومورف، أفضل استراتيجية تقدر تتعامل بيها مع نفسك هي إنك تعرض جسمك لتمارين مقاومة عالية. تمرينك يبقى شديد من 3 أو 4 ل5 مرات أسبوعيا. وبالنسبة للتغذية بتاعتك، علي سعراتك قوي، زود الكارب عشان الطاقة تقدر تقاوم التمرين دوت، وتقلل الكارديو عشان خاطر الحرق عندك ما يبقاش عالي، وتفضل محافظ على الكتلة العضلية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا خير الأمور الوسط، والشخص اللي أنا هكلمك عنه دوت هو الشخص الوسط في ال3 أنواع، اسمه الميزومورف. الشخص الميزومورف دوت اكتافه عريضة إلى حد ما، بالنسبة لوزنه متوسط، الكتلة العضلية بتاعته طبيعية متوسطة، بالنسبة للدهون بتاعته متوسطة، ما هيش عالية ولا هي تحت قوي. أفضل استراتيجية تقدر تتعامل بيها مع نفسك لو أنت ميزومورف، نظام تدريبي متوازن متوسط من 3 ل4 مرات في الأسبوع. تمارين المقاومة ما هيش عالية قوي ولا هي برضو في التحت، في الوسط. بالنسبة للدهون، بيقدر يخسر دهون بشكل متوسط. وبالنسبة لاكتساب العضلات، إلى حد ما بيستجيب جسمه بسرعة في زيادة الوزن والعضلات. بالنسبة للتغذية، البروتين بتاعه بيبقى عالي شوية، والكارب والدهون بيبقوا بشكل متوسط. ولكن بشكل مجمل وملخص ان الشخص ده بيستجيب للتغييرات بسرعة جدا. نيجي للشخص الثالث وهو مستر اندومورف. مستر اندومورف دوت هو السوبر هيرو بالنسبة للدهون،
وبرضه بالنسبه للعضلات ولكن بتبقى متغطيه بالدهون. كان المدرب بتاعي دايما يقول لي لما تلاقي حد كبير وجسمه كبير اوعى تستهين بالكتله العضليه بتاعته او اللي ممكن يبنيها، عشان خاطر لو عمل كتله عضليه هيدوس عليكم كلكم. وهو كان كابتن محمد كارلوس. تحياتي يا كوتش. بالنسبه لاكتساب العضلات بتاعه سهل، ولكن خساره الدهون بتاعته هو ابطأ نوع، فعشان كده جسمه وعضلاته مش بتبان بسهوله، فانت بتحس ان هو بيبني عضل بصعوبه. بنيجي بقى للتغذيه بتاعته، ده اصعب نوع في التغذيه لانه لازم سعراته تبقى محكومه بدقه عاليه قوي، ولازم يركز في كل صغيره وكبيره بيدخلها جسمه. نيجي للتمرين بتاعه، تمرينه عالي جدا، شدته عاليه جدا، ولكن الكارديو بتاعه عالي برضه من 3 ل 5 مرات في الاسبوع، ولازم يتابع الميزان والتطور والانبادي بتاعه على طول. طيب هل كل الناس 100% نوع واحد؟ يعني 100% اكتومورف او ميزومورف او اندومورف؟ لا، معظم الناس والاغلبيه العظمى مش نوع واحد 100%. طب انا اعمل ايه لو انا ميكس؟ انا ممكن يكون جسمي اندو ميزو او ميزو اكتو على سبيل المثال، فانت تعمل ايه؟ تتبع الاستراتيجيات اللي انا قلت لك عليها للنوع اللي انت حاسس ان جسمك اقرب له، وهتكسر الدنيا. تاني جزء في الحلقة بتاعتنا النهاردة عايز أكلمك فيه إيه هي الأجهزة اللي بيحصل لها تغيير لما بتبدأ تمرين وأكل محترم. لما بتبدأ تمرين وتغذية سليمة، جسمك مش بيتغير بس من بره، ولكن جسمك بيتحصل له بروجرامينج بالأول وجديد، وكل جسمك بيتغير من جوه قبل ما يتغير من بره. وأول الأجهزة اللي بتبدأ تتغير قبل ما العضلة أصلا تبدأ تتغير جهاز اسمه النورو ماسكولار سيستم، الجهاز العصبي. الجهاز العصبي ده من اول الاجهزه اللي بتتطور في الجسم، بيحصل تنسيق بين المخ والعضلات، ودي حاجه اسمها الموتور يونتس، وبيحصل تجنيد الياف عضليه اعلى في كل حركه في جسمك، والتنسيق بين المخ والعضلات بيعلى جامد قوي. يعني بيحصل زياده في القوه قبل ما بيحصل زياده على العضلات. تاني جهاز واهم جهاز الناس بتشوفه هو جهاز اسمه الماسكولار سيستم، يعني الجهاز العضلي. بيحصل ايه لما حضرتك بتتمرن بشكل منتظم وتغذية سليمة؟ الالياف العضلية بتزيد حجمها، ودي حاجة اسمها الهايبرتروفي، وقوة العضلات بتزيد، وبيحصل زيادة في عدد الالياف العضلية، فبالتالي بيحصل زيادة حجم العضلي اللي حضرتك بتشوفه. يعني بيحصل زيادة الياف عضلية وقوة وشكل جسم مظبوط. تالت جهاز بيحصل له تغيير بشكل كامل، جهاز اسمه سكيليتال سيستم او الجهاز الهيكلي العظمي. الهيكل العظمي بتاعك بيتغير وبيحصل له مقاومة زي ما بيحصل للعضلات بالظبط. اول حاجة زيادة كثافة العظام، زيادة قوة الأربطة والأوتار، وتقليل خطر الكسور على المدى الطويل. رابع جهاز بيحصل له تطور في جسمك هو الجهاز الهرموني الاندوكراين سيستم. الاندوكراين سيستم ده لما حضرتك بتتمرن بانتظام وبتاخد تغذية سليمة، البيئة الهرمونية بتاع جسمك بيبقى أفضل. يعني هرمونات البناء بتزيد زي التستوستيرون والجي اتش، بيئة هرمونية أفضل، وبالتالي تحسن في صحتك بره وجوه أفضل. لو هتتمرن بس عشان خاطر الجهاز دوت يقوى في جسمك، انت كده اديت رسالتك من التمرين، وهو جهاز اسمه الجهاز التنفسي الدوري، الكارديو ريسبيراتوري سيستم. من أهم الأجهزة اللي الناس لازم تتمرن وتاخد بالها منها ومن صحتها. لما بتتمرن حضرتك وتعرض جسمك لمقاومة وأكل صحي سليم، الأوعية الدموية بتبدأ تتوسع وتتحسن مع مرور الوقت، وده طبعا نتيجة واحتمالات الجلطات والتجلطات الدموية بتقل. القلب طبعا صحته وعضلة القلب بتقوي مع الوقت، سواء كانت تمارين مقاومة أو تمارين حديد. خد بالك إن الجهاز دوت لو اتمرنت عشانه بس، انت كده بتؤدي رسالتك من التمرين، لان معظم الناس دلوقتي بيحصل لها تجلطات دموية مفاجئة، واوقات كتير بتؤدي الى الوفاة. خد بالك من صحتك واتمرن كويس جدا، واعرف ان ده هدف الرياضة، ودي الرسالة اللي لازم تقدمها لنفسك ولأهلك ولغيرك. سادس جهاز مهم وخاصة عند الناس الاندومورف، اللي هي الناس الدهون عندها عالية شوية، هو جهاز الاي دي الميتابوليك سيستم. لما حضرتك بتتمرن جسمك بيتحفز ومعدل الحرق عندك بيعلى، بتبدأ تستقبل أكلك بشكل أحسن، وبتحرق دهون بشكل أفضل، وكمان بتبني عضل. وخد بالك العضل هي أكتف دايما، بتحرق سعرات حتى وانت في وضع الراحة، فخد بالك إن العضلات مهمة. ايه الدايجستيف سيستم؟ الجهاز الهضمي، وهو عند 90% من المصريين واولهم انا.
المعدة دايما بتبقى بايظة والقولون. لما حضرتك بتتمرن بشكل منتظم وبتاخد أكل صحي وسليم، حركة الأمعاء بتبقى منتظمة، بتقلل التهابات الجهاز الهضمي، امتصاص جسمك للأكل بيعلى وبيتحسن، وامتصاص جسمك للبروتينات بيعلى وبيتحسن، وبالتالي جسمك مرتاح وعضلاتك بتعلى وحرق دهونك بيعلى وانت كده زي الفل. يعني عاوزك تحط في بالك ان الموضوع مش متعلق بشكل العضلة فقط، الموضوع متعلق بحاجات كتير قوي جوه جسمك قبل ما تكون بره جسمك، من اول الاجهزة اللي بتتغير، من اول الاشارة العصبية اللي بتخرج من مخك للعضلة لحد اخر خلية عضلية بتتحرك. نيجي عند الموضوع المهم عندنا كلنا، وامتى بقى العضلة تبدأ تتغير ويتبان عليها شكل التغيير والجسم يبدأ يعمل كتلة عضلية. خليني اقولك من اول اسبوعين لحد 4 اسابيع، يعني بتتكلم في شهر، جسمك في الفترة دي بيعمل بروجرامينج للفترة اللي داخل عليها، للتمرين اللي داخل عليه. يعني جسمك بيحط الاساس اللي هو هيمشي عليه بعد كده، لان التغييرات كلها بتبقى معظمها في الجهاز العصبي مش في العضلات. 5 ل8 أسابيع بيحصل عملية بناء بروتينات جديدة داخل العضلة وبناء ألياف جديدة، بيبدأ تغير في الشكل ولكن بسيط شوية. 8 أسابيع ل 12 أسبوع، يعني بتتكلم في متوسط من 2 ل3 شهور، بيبدأ فعلا يحصل تغير في شكل جسمك والعضلة بتبدأ تكبر. وده مثبت في دراسات كتير جدا بتقول إن الهايبرتروفي متوسطه بياخد من 2 ل3 شهور على الأقل. بعد ال3 شهور دول حضرتك بتبدأ تعلى وتتطور لو أكلك مظبوط، بروتينك كفاية، عندك حاجة اسمها بروجريسيف اوفرلود اللي هو تطور الأوزان اللي أنا قلت لك عليه، أو تطور الحمل التدريبي، وملتزم ومكمل رغم الإحباط اللي انت ممكن تتعرض له، رأي حد من صحابك ممكن يحبطك، تكمل وبس وانت باصص على هدفك، هتكسر الدنيا وهتكمل. يعني العضلة ما بتكبرش في أول شهر، أول شهر ده كله زي ما قلنا بيبقى شغل الجهاز العصبي وحجر الأساس اللي حضرتك بتكمل عليه. التغير بجد بيبدأ بعد الأسبوع الخامس ولحد 12 أسبوع، بتتكلم في 3 شهور، ولحد ما تكمل وتبدأ تبقى بطل، تقف على مسرح وتكسر الدنيا. في نهاية الحلقة الجميلة دي يا رب تكون مفيدة واستفدتوا بيها، تكون السلسلة بتاعتنا خلصت، اللي هي أكتر الأسئلة اللي هتتكرر قدام حضرتك وانت في بداية دخولك الجيم. يا رب تكون مفيدة واستفدتوا بيها. إن شاء الله الشغل اللي جاي أحسن وأعلى وبنتطور مع بعض. ما تنسوش تدعوا الأم بالرحمة والجميع أموات المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.